بعد ما جورج فورمان خسر قدام محمد علي كلاي في ماتش زائير سنة 1974 كان متضايق جدا وفضل يقول إن في حاجات غريبة حصلت. قال للناس أنا اتسرقت، المية كانوا حاطين فيها حاجة تخلي الواحد يدوخ. بس بعد فترة ولما شخصيته اتغيرت اعترف إن الكلام ده كان ظلم وإنه شوه صورة محمد علي من غير حق. قال لنفسه ليه أتهم راجل عظيم بحاجة ما عملهاش وأبوظ سمعته. فورمان فهم إنه غلط في حق محمد علي وقال إنه مر بحاجة هو سماها تجربة الولادة من جديد، وبعدها كرس حياته للدين وبقى قسيس مسيحي واعترف إن فوز محمد علي كان مستحق. لكن المفاجأة حصلت في آخر السبعينات تقريبا سنة 1978. فجأة لقى تليفون بيرن ومحمد علي هو اللي بيتصل مع إنه كان متجاهله ومش عايز يديه ماتش إعادة بعد اللي قاله. فورمان بيحكي محمد علي كلمني وقعد يمدح فيا حوالي 20 دقيقة وبعدها قال لي جورج ممكن تعمل لي خدمة؟ قلت له أكيد. قال لي ارجع واضرب الملاكم كين نورتون وتقاتل معاه عشاني، هم هيسحبوا مني اللقب ومش هقدر أكسبه لكن أنت تقدر، هو بيخاف منك وهخليك تستخدم معسكر التدريب بتاعي وهساعدك في كل حاجة. المكالمة دي كانت نقطة التحول. جورج كان معتزل وعايش حياته كقسيس، لكن محمد علي رجع له روح الملاكم ومن اليوم ده بقوا أصحاب قريبين جدا. بيقول فورمان بقينا أعز أصحاب، نتكلم في التليفون على طول، هو مسلم وأنا مسيحي وكنا بنحب نتكلم عن الدين سوا. أولاده بقوا أصحاب أولادي ومن هنا بدأت صداقة قوية بينا، يعني اللي بدأ بخصومة وعداوة في الحلبة انتهى بأخوة وصداقة عظيمة مبنية على الاحترام والتسامح. ولما محمد علي مات جورج فورمان اتأثر جدا وقال محمد علي كان أكبر من الملاكمة، الحقيقة هو كان أكبر من كل حاجة وكل إنسان قابلته في حياتي.